السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النهاردة الجمعة كده يا حبايب قلبي، اكثروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة كده بقى ايه، نعمل فطار بقى اللي هو فطار يوم الجمعة كده اللي بنبقى ملمومين كلنا. طبعا اولادك مأجزين من الدروس، جوزك قاعد من الشغل النهارده، فاحنا ايه، ده يعني الفطار بتاعنا ايه كل جمعة. لا حول ولا قوة الا بالله. وده طبعا يوم الجمعة دوت اللي هو اول جمعة ان شاء الله باذن الله في شهر شعبان. يا رب كده يعود علينا الايام وعليكم بخير، ويجي رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. آه حبايب قلبي، لو لسه اول مرة تشوف القناة بتاعتي ياريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا، عشان ان شاء الله باذن الله القناة ان شاء الله تكبر بيكم، وربنا يجعلكم سبب ان شاء الله في الرزق بتاعي باذن الله. هنا بقى يا حبايب قلبي ايه، كان عندي بتنجانتين كده في التلاجة، قلت ايه اطلعهم كده يعني اقليهم كده مع فصين توم زي ما انتم شايفين كده. يعني وانت بتقلي البتنجان طبعا النار ما تكونش عالية اوي ولا واطية اوي، تمام، عشان يبقى طري وحلو، وتك عليه كده بالمعلقة ايه عشان يبقى طري كده. صلوا على النبي كده يا حبايب قلبي واذكروا الله. هنا بقى يا دوبك انا بخليه بس ياخد لون، بس مش بخليه يحمر قوي. صلي على محمد، صلي وسلم على سيدنا محمد. هنا بقى هو كده احمر اهوت، ولونه بقى جميل وبقى طري وحلو، حتى لو انت مطلعاه من التلاجة وهو مثلا يعني مجرمز او كده، لما بتتك عليه بالمعلقة في قلب الزيت بيطرى معاكي وبيبقى جميل. هنا بقى انا هطلعه اهوت، وهنا بقى عاملة حتة تومة كده صغيرة خالص، وحطيت عليها شوية دقة وشوية خل، وهرش بقى على البتنجان شوية، وهحمر بس البطاطس الاول، بعد كده ايه هحط الشطة. هقلق قرنين شطة بردك كده، تمام. انا هحط طالما الزيت كتير يعني، فانا هحط البطاطس كلها ايه ملوة واحدة. اكسروا من الصلاة على الرسول النهاردة يا ولاد كده يوم الجمعة دوت. ماشي. هنا بقى كان في بقى شوية كوبايات كده وشوية حاجات، قلت عبال البطاطس ما تتحمر ايه اغسلهم كده بحتة سلكة نضيفة كده، وايه طبعا كده كده هنفطر وهنشرب شاي. دايما وانتي واقفة كده في المطبخ اي حاجة كده حواليكي طبعا هتجيبيها وهتغسليها، عشان تبقى كل حاجة كده رايقة حواليكي وايه، وما تبقاش الدنيا مكركبة. الجو برد يا ولاد، والجو وحش اليومين دول، وفي ميكروب في الجو، والعيال كلها عيانة، ربنا يا رب يسترها. ربنا يسترها يا حبيب قلبي كده ويعدها على خير. وخلي بالكم من الاولاد كده، شربوه بسوائل دافية على طول، وربنا يا رب يسترها علينا وعليكم ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده، هما بس شوية كوبايات كده وخلاص، يعني ما كانش في حاجة تانية وسخة يعني، بس انا قلت يعني ايه اغسلهم يعني بالمرة وانا واقفة كده. النهاردة الجمعة والله عظيم، وبصوا يعني العيال نايمة ومفيش فايدة، قلت انا بقى ما بديهاش اقوم انا ايه اعمل الفطار واصحيهم، مش مشكلة، هما طول النهار طول الاسبوع بردك الله يعينهم في الدروس وكده، وحبيبة بقى زي ما انتوا عارفين تالتة ثانوي، مش عايزة اضغط عليها يعني، ربنا يا رب معاها هي واخواتها وعيالكوا كلهم، يا رب ربنا يوفقهم. ده يا ولاد ايه معمل الوليد دوت، يعني عامل تخفيضات حلوة اوي اوي في معمل التحاليل. احنا من المنوفية، لو انتوا قريبين مننا ممكن تعرفوني وانا ايه هقول لكم، عامل الشهر ده كله كده مجانا، وفي برضك تحاليل بنص التمن. فلو انتوا قريبين مني كده، فممكن تكتبولي في التعليقات انتوا منين او بتتابعوني منين، وانا ايه اقول لكم يعني لو هو قريب منكم. كده بقى هما كان شوية معالق بس كده هخلصهم واغسل الحوض، واغسل بقى الشفشق بقى اللي بيفكرنا برمضان ده. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. وانا كده بقى ايه يعني كنت بعت بقى ايه نجيب طعمية. انتوا عارفين ان الفطار مش بيحلاش الا بالطعمية بقى. هي كده خلاص يعني خدت الوش اللي تحت كده هقلبها ايه عشان ايه تبقى ناشفة وحلوة يعني. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كل شوية الاقي والله معلقة ورايا، الاقي السكينة، الاقي مش عارفة ايه. برضك ايه اجيبهم واغسلهم برضه. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اذكروا الله يا ولاد دايما كده وصلوا على الرسول على طول. ودايما يبقى الذكر كده على لسانكم. الذكر والله بيطمن القلب والله بجد. صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الذكر بيطمن القلب يا ولاد كده وبيشرح الصدور والله العظيم. يا رب يشرح صدورنا للإيمان يا رب. هي كده بقى انا هطلعها بقى دلوقتي. هي حلوة كده يعني هما يعني مش بيحبوها ناشفة اوي، فانا هطلعها ايه هطلعها كده. هي كانت بقى الطعمية لسه ما جاتش، وانا كنت ايه يعني بصراحة نفسي كده في عجة كده اللي هي العجة اللي بالبيض ده، عجينة بالبيض. فانا ايه هعمل بس جبت ب5 جنيه كده عجينة على قد يعني. هعمل بقى عجاية حلوة كده احط عليها بيضتين وايه وهعملها. وهما بقى كانوا جايبين طعمية جاهزة من بره. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بس شوية البطاطس دول جم طبقين. هقلي بقى الشطة بقى كده وايه وغطي طبعا الشطة عشان خاطر ايه ما تفرقعش، لان بصراحة يعني الخبطة بتاعتها جامدة. ربنا يا رب يسترها. دخل عليا برد يا ولاد والله العظيم. كلنا هنا عندنا برد كلنا. كله اتعدى من بعض. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا قلت بقى ده هم واخدين اجازة النهاردة هيريحوني ويقولوا لي يا ماما خليكي وانا هنعمل احنا، انما بالعكس خالص. قعدت اقول قومي يا حبيبة، قومي يا نورة، قومي يا جنى. بس مفيش فايدة. اخر ما نزلت قمت داخلة انا ايه عاملة انا بقى الفطار وخلاص. هنا بقى انا ايه يعني كان عندي حتة بطاطساية كده مهروسة في التلاجة. قلت اطلعها ايه احطها كده مع البيضتين دول كده. وهي بتبقى طعمها حلو قوي البطاطس بالبيض. انا بقى كمني بقى يعني هم قاعدين النهارده كده ايه فحبيت ان انا ايه اعمل لهم فطار كده ملوكي. بتفكرني والله العظيم البطاطس بالبيض دي بتفكرني بالسحور بتاع رمضان. بحب اعملها قوي في السحور البطاطس بالبيض دي. هنا بقى هعمل بقى العجايه اهيت. تجيبي بيضتين ماشي وتحطيهم في الطبق كده مع شويه ملح صغيرين وتفضي عليها العجينه. وبتعمليها بقى ايه قرص كده يعني كبير كده. امي والله العظيم امي بصراحه هي اللي معلماها لي. بحب اعملها او بحب اكلها من ايدها او والله العظيم. والله لما بروح عندنا بحب اوي لما اليوم اللي امي بتبقى عامله فيه الاكله اللي هي اسمها اكله شعبيه كده اللي هي بطاطس مهروسه وبتنجان وجبنه والكلام ده. بتبقى بص اقسم بالله بحب لما بروح بحب يعني اكلها. لو امي قالت لي نعمل اكل يلا اعملي لنا الاكله دي. مع ان انا بعملها عندي كتير بس سبحان الله يعني الحاجه من ايد الام برضك بتبقى يعني طعم تاني. سبحان الله. حتى والله العظيم لو شويه فول بطماطم بيبقى طعمهم ملهوش حل. ربنا يا رب يبارك في امهاتنا كلنا يا ولاد. اهم حاجه يا حبايب قلبي ما تنسونيش بدعوه حلوه كده من قلبكم. ربنا يا رب يصلح حالنا جميعا ويرزقنا من حيث لا نحتسب كلنا. واللهم صل على سيدنا محمد ويقوينا كلنا على اللي احنا فيه.
ويرزقنا برزق كتير حلال يتعجب لها للسماوات والأرض جميعا يا رب. ايه رأيكم بقى يا ولاد في الفطار؟ هو يوم الجمعة الصراحة اللي بيبقى الفطار كده، انما الأيام العادية بقى. وكده بقى يا حبايب قلبي، يكون الفيديو بتاعي خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.